عارفين انا لما اعمل كده ابقى عملت ايه؟ ابقى عملت احلى حاجه في الدنيا، وهي اني سترت بيتي طول الشهر كده زي الفل. ستره بيتي 24 قيراط. كل ما تستري بيتك اكتر كل ما تبقي ست جدعه قوي كده. انا مش هقدر اتكلم معاكي في اي حاجه خالص. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين اصحابي وحبايبي اخواتي وكل متابعيني على قناتي. خليني اعرفكم بنفسي لو اول مره تشوفوني. انا سهى ودي قناتي. يشرفني جدا جدا ان حضرتك لو مش مشتركه فيها تشتركي فيها، عشان ان شاء الله باذن الله مش هتخرجي منها الا وانتي ناصحه ومستفاده قوي. والاهم من ده كله انك هتكوني مغيره حياتك كلها للافضل وللاحسن باذن الله. اوعي تنسي ابدا، ما ينفعش نبدا اي فيديو غير لما نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واوعي كمان تنسي اللايك اللي بيخلي الفيديو ده يترفع وناس اكتر وستات اكتر تشوفه وما تطلعش منه الا وهي مستفاده، وتبقي شاركتيني الثواب ده. سابني واسابكم باذن الله. ازاي اوفر من مصروف البيت؟ جمعت لكم كده النهارده شويه افكار هتعرفك ايه اللي المفروض تعمليه عشان توفري من مصروف البيت وتحوشي منه كمان مبلغ كويس. شويه حاجات اي ست بيت لازم تكون بتعملها، حقيقي هتوفر معانا كتير جدا جدا فوق ما تتخيلي. هبدأ معاكم في الفيديو ده من الأول خالص، من أول خطوة في خطوات إزاي نوفر ونحوش من مصروف البيت. هنبدأ مع بعض أول الطريق في خطة إزاي أحوش وأوفر من المصروف. أنا في الفيديو ده بكلم الناس اللي قبضها بالشهر، إنما بإذن الله الناس اللي قبضها باليوم مش ناسياكوا أبدا، وهنزل لكم فيديو بجد عظيم جدا جدا إن شاء الله بإذن الله. وعايزه اقول لكم ان في الفيديو ده هتلاقوا برضو حبه افكار هتفيدكم جدا جدا وهتناسبكم ان شاء الله. دلوقتي انا جوزي قبض الحمد لله. عايزه اقول لكم بيكون هاين عليا استقبله بزفه بلدي، عارفينها اللي هي بتاعه الطبل والمزمار دي. حلوه على فكره، الطبله والمزمار حلوه. بعد ما جوزي قبض جدا المصروف في ايدي وانا ناويه والنيه لله من اول الشهر ان ابدا تحويش. اهو انا عايزه اعمل حاجه يا سهى، بقالي سنين متجوزه وعلى الحديد المجيد، حرفيا ما شلتش لنفسي اي قرش. السنين عماله تجري وما عملتش لنفسي اي حاجه. بشوف حواليا ناس كتير يمكن عيشتهم اقل مني وبلاقيهم بيوفروا وبيشتروا ذهب ويمكن بيتقدموا في حياتهم عني. انا لاقيه نفسي واقفه زي ما انا محلك سر ما تقدمتش خطوه واحده. بصي يا ست الكل، الافكار اللي هقولك عليها النهارده والله العظيم هتدعيلي عليها من النهارده. من بعد ما هتسمعي الفيديو ده باذن الله ربنا هيكرمك وهتعرفي تحوشي من بكره لو عايزه. اهم حاجه تاخدي وعد على نفسك بعد ما تتفرجي على الفيديو ده، تستعيني بالله وتقولي باذن الله ان شاء الله هبدا تحويش. وهسمع الكلام اللي سهى اختي صاحبتي وحبيبتي هتقولي عليه دلوقتي. في اساسيات كده اتعلموا تعملوها كل اول شهر هتفرق معاكم جدا جدا. اولا في وقفه المطبخ هتوفروا وقت لنفسكم، هتوفروا وقت لعيالكم بالذات ان احنا في وقت المدارس. تاني حاجه بقى مش قادره اقولك على تاثيرها في التوفير، خطيره خطيره خطيره. والاحلى من ده كله كمان ان الحاجات دي هتكون ساتره بيتك، هتريحك جدا من بند الفطار والعشاء الاتنين مع بعض. يعني مش هتبقي مضطره انك تنزلي كل يوم مثلا الصبح عشان تجيبي ب50 جنيه ولا ب70 جنيه فطار. طبعا كلنا عارفين الكيس الفول دلوقتي ابو 10 ولا 15 جنيه بقى قد ايه كميته، قد ايه؟ ولا الطعميه ولا البتنجان. يعني لو عيله في المتوسط مثلا 5 افراد عايزه لها افطار ب60 جنيه ولا ب70 جنيه علشان ياكلهم ويشبعهم، ويجي عليكي وقت العشاء عشان تعملي عشوه كويسه برضو تكون مشبعه عايزالك زيهم بالظبط. يعني هتلاقي نفسك صرفالك في ال150 جنيه في اليوم فطار وعشاء. طب يبقى فين بقى؟ وجايه تقولي لي وتساليني انا مش بوفر ليه؟ طب ده كلام. هقولك على اساسيات انا شخصيا بعملها ومفيش شهر بيعدي عليا ابدا من غير ما اعملها. كل اول شهر اولها العيش. العيش اساسي في اي بيت. كنت اسمع كلمه كده من جدتي زمان كانت تقول ايه؟ العيش عيشه وخير وبركه في البيت. العيش ده الحاجه اللي ما ينفعش تتقطع من تلاجتك ابدا. انا عن نفسي بنزل اول الشهر بس مش يوم واحد بصراحه عشان الافراد بتكون زحمه موت، بنزل يوم 2. بجيب العيش بتاعي وبحط كل 5 ترغيفه في كيس وبحطهم اكياس تحت بعض في الفريزر وبخلي كيس لليوم بتاع النهارده. احتجت يوم كيسين يبقى هطلع كيس فيه 5 ترغيفه وكيس تاني فيه 5 ترغيفه لو الاكله فيها غموس شويه. فكرتي في يوم تعملي شويه مسقعه ولا شويه بطاطس محمره ولا حتى شويه بتنجان مقلي، هتطلعي كيس عيش ولا كيسين عيش وهتبقى اكله زي الفل. يوم واحد بقى اللي هو اليوم اللي قبل ما جايب العيش بنزل اعمل ايه؟ بنزل اجيب نص كيلو فول مدشوش.
ونص كيلو فول تدميس، ده ب20 جنيه وده ب20 جنيه، وبنقعهم من بالليل في ميه لغايه تاني يوم الصبح. بصحى الصبح قبل ما اجيب العيش بعلق على الفول وبوطي عليه النار، كل ده في الحله مفيش دماسه، وبحط معاه نص كوبايه عدس اصفر وطماطمايه مبشوره ونص ليمونه ومعلقه كبيره بابريكا، لو ما عندكيش معلقه صلصه اللي هي الصلصه المعلبه. بحطه على نار هاديه جدا جدا وبسيبه عشان كمان ما يسودش. عقبال ما الفول بيستوي على النار بكون جهزت عجينه الطعميه. الفول والطعميه دول من الحاجات اللي لازم تكون موجوده عندك في البيت طول الشهر، تنفع للفطار تنفع للعشاء، تسد في اي وقت وما تقولش لا ابدا. لما نبعت نجيب فطار من بره بيتبعت لنا كانه متاكل قبل كده، الكميه ضايعه، يعني 70 جنيه والكميه كمان تجيب لك فطار متاكل قبل كده 3 مرات. ده الطعميه دلوقتي بقت قد كده، ده برشامه، ده ناخدها قبل الاكل قرصين قبل الاكل وقرصين بعد الاكل. واجيب كيس البتنجان حاطط لي 3/4 فلفل. يا ولاد الايه، طب انا بقى طلعت انصح منكم. انتوا عارفين نص كيلو فول التدميس بيطلع لي كام كيس؟ بيطلع لي من 8 ل 9 اكياس فول، يعني كده قولي 9 ايام في الشهر مثلا. جنب الطعميه برضو بتطلع لي في الحدود دي، وبتطلع لي مثلا كيس الطعميه يطلع لي بتاع حوالي 13 14 طعميه، يعني ب 20 جنيه فول تدميس وب 20 جنيه فول مدشوش 40 جنيه، وهحط لك 10 جنيه كمان لزوم حوايج مثلا الفول والطعميه، بقى معانا 50 جنيه. ال 50 جنيه اكلتني 10 ايام في الشهر، وبايدك كمان ان انت تطولي الايام. يعني ممكن تطلعي مره مثلا كيس فول كده تعمليه بالطماطم وتسبكيه له وتعمليه سندوتشات، ممكن في مره تطلعي طعميه لوحدها وتعمليها سندوتشات مثلا، ولو عندك شويه طحينه سندوتشات بالطحينه. ادي كده انت ممكن ترحليهم ل 12 13 يوم. احلى حاجه في اليوم ده بقى اللي بيعدي عليا اللي انا بفطر فطار كامل من عمايل ايدي، يعني الفول بيكون عمايل ايدي، الطعميه بتكون عمايل ايدي، عملت جنبيها شويه بتنجان مقلي شويه بطاطس محمره، وبظبط فطار. طبعا فطار بالنسبه لي اللي هو اول يوم في الشهر ده بيكون حاجه تانية. اصحى الصبح كده قبل ما هم يصحوا بساعه ولا بساعتين، اشغل اذاعه القران، اشرب لي كوبايه شاي وانا بحضر في كل ده. الوقت ده بيكون حقيقي بالدنيا وما فيها. وعايزه اقول لكم برده على حاجه، لما باجي اعمل بتنجان في البيت مش بقليه في الزيت ابدا، ما هو انا مش هتنصح في حته واخربها من ناحيه تانية. مش عشان اقلي لي بتنجانيه نص كيلو مثلا تشرب نص ازازه الزيت معايا. في ناس ما بتعرفش تقلي البتنجان لازم بيشرب معاها زيت. انا بقى بعمل ايه عشان اتفادى النقطه دي خالص؟ بقطع البتنجان بالطول، بعد ما بقشرها كلها بقطعها بالطول وبدهنها بالفرشه بتاعه الزيت، بدهنها من فوق وبدهن الصاجه من تحت، وبدخلها الفرن لغايه ما تستوي وتاخد وش. ما بتاخدش حوالي تلت ساعه كده وبتطلع كانها مقليه بالظبط. بس ما ترفعهاش عشان ما تنشفش وتتحرق منك، يعني خليها سميكه شويه. بالطريقه اللي بقولك عليها دي هتقدري ان انت تعملي مسقعه براحتك وتقلي بتنجان براحتك، مش هتشيلي هم خالص. ما هو ده مطبخي، هو ده العالم بتاعي، لازم اكون فايقاله كويس قوي وعياله. اقفي كده للمطبخ بتاعك وقولي له انا الملكه، انا هنا المسيطره. المهم بقى شويه البتنجان دول لما بيطلعوا من الفرن بحط عليهم شويه دقه بالثوم والخل والليمون، وبكون كمان مثلا عملت طبق جبنه بالطماطم وعليه كده رشه كمون او رشه نعناع، بيكون احلى فطار عملته في حياتي. تعالي قولي لي بقى اتكلفت ايه؟ ولا حاجه. الموضوع محتاج بس انك تكوني فايقه شويه، محتاجك تكوني مركزه وواعيه، الموضوع بس محتاج صحيان بدري شويه. قومي توضي وصلي وشغلي جنبك في المطبخ اذاعه القران واقعدي تسلي في كل اللي انا بقولك عليه ده. اراهنك ان انت هتستني الوقت ده من الشهر للشهر، لما تحسي ان بسبب الساعتين دول وشويه الحاجات اللي انت جبتيها دي بيتك اتسطر من اول الشهر لاخره. الحاجات دي من الاساسيات اللي ما ينفعش يجي عليكي اول شهر من غير ما تعمليها ابدا. تاني فكره بقى بعملها ودي حقيقي فكره ممتازه، بعمل ايه بقى؟ بجيب 2 كيلو لبن اللي هو بخيره ده، مش بخيره لا، اللبن بتاع الزريبه اللي هو اللبن الدسم، بيكون حوالي ب 32 جنيه. بعمل ايه؟ بجيب ال 2 كيلو لبن بحطهم في حله بدفيهم، بحط عليهم شويه خل قيمه 3 معالق كبار، وبعد كده بقلب فيه لغايه ما يفصل، لغايه ما يبقى الجبنه لوحدها والشرش لوحده. باخد الجبنه دي بصفيها كويس جدا جدا، بتطلع لي كميه محترمه. لو اللبن حلو هتطلع لي كميه كبيره جدا. الكميه اللي طلعت دي ابدأي قسميها مثلا على 3، خدي منها اول جزء حطيه في الخلاط مع شويه ملح وحطي عليه شويه كمون او شويه نعناع ناشف، اضربيهم كويس في الخلاط وحطيها في علبه تكون نظيفه او متعقمه. ادي كده بقى عندك جبنه منكهه
مثلا بنكهه الكمون او بنكهه النعناع. تاني جزء برضو خديه حطي عليه شويه الملح. عندك شويه زيتون مخلي، او لو ما عندكيش هاتي ب5 جنيه واضربيهم في الخلاط، هيبقى عندك جبنه بالزيتون. تالت جزء هاتي مثلا فلفلايه حمراء اشويها وقشريها وحطيها في الخلاط مع الجبنه مع شويه ملح واضربيهم، ادي كده بقى عندك جبنه بالفلفل الاحمر. هيبقى عندك 3 علب جبن، حقيقي مفيش احلى من كده. غذا، توفير، كميه، نظافه، الخ حاجات كتير قوي. كلفنا بقى شويه الجبنه اللي احنا عملناهم دول ايه؟ هنقول يا ستي اللبن الكيلو ب 35 جنيه، بيختلف السعر من عندنا من مكان لمكان. ادي ال2 كيلو لبن ب70 جنيه. طلعتي منهم ايه؟ طلعتي منهم الجبنه، يعني بتقطع كميه جميله، بتقطع كميه حلوه قوي قوي، يعني بتقطع معايا كميه كبيره. شوفي انت دلوقتي بتجيبي علبه الجبنه من بره بكام، وبتكون استغفر الله العظيم يا رب هدرجه، وبتكون منيله بنيله على دماغهم. هتلاقي نفسك عملتي جبنه يا خبر ابيض على الجمال. لو جربتيها عمرك في حياتك ما هتجيبي جبنه من بره تاني ابدا. الشرش بقى اللي طلع منها ده هنرميه؟ ابدا، اياكي، ده احنا لغايه اخر قطره هنستغله ومش هنسيبه في حاله ابدا. هتجيبي يا ست الكل كيلو دقيق مش معدي ال20 جنيه، وهتعملي احلى قرص دقتيها في حياتك. نحسب مع بعض كده شويه الحاجات اللي عملناهم دول اللي هيعملوا معانا، اللي هيكفوا معانا الفطار والعشاء، اتكلفوا كام لغايه دلوقتي؟ عشان برضو احنا محددين ميزانيه معينه مش هنتخطاها علشان نكفي بيها الفطار والعشاء. حطينا 50 جنيه للفول والطعميه بشويه الحوايج بتاعتهم، حطينا 70 جنيه لل2 كيلو لبن اللي طلعنا منهم احلى جبنه بكميه كمان، بقى معانا 50 و70 120 جنيه. كيلو دقيق عملنا بيه القرص الطريه ب20 جنيه، بقى معانا كام؟ 140 جنيه. الفول والطعميه هيكفونا 9 ايام، ودخلنا كمان الجبنه في النص، دخلنا كمان القرص تنفعنا للعشاء مثلا جنب كوبايات شاي بلبن. المعجنات في البيت حلوه قوي قوي، خير وبركه في البيت. ويا سلام بقى لو عملتي كمان شويه قراقيش في البيت، يا خبر ابيض على الجمال. كيلو دقيق عليهم كيس خميره ب3 جنيه، وهتلاقي نفسك طلعتي لك حوالي 3 صيجان من القراقيش، بقى شويه بالشمر شويه بالعجوه، براحتك خالص. ينفعوا للعشاء، ينفعوا ممكن للفطار مثلا، ما احنا مش كل يوم هنقضيها فول وطعميه فول وطعميه، بنحتاج ان احنا نفصل شويه في الفطار او نغير. عيل مثلا جاع، مثلا وحدتين 3 كده يتصبر بيهم. تعودي انك تعملي الحاجات دي كلها كل اول شهر، هتلاقي نفسك غطيتي بند الفطار والعشاء بشويه حاجات ما كملتش معاكي ال200 جنيه، وهتلاقي بيتك عمران ومليان وكله خير. وطبعا في اللحظه دي لما بيكون بيتنا مليان بيبقى فرحه قلبنا كلنا. ولا بسكوت ال10 دقايق ده بقى انا غاوياه وما بقدرش استغنى عنه ابدا. كوبايتين دقيق على بيضايه على نص كوبايه زيت على ربع كوبايه زيت على ربع كوبايه سكر، بيطلعوا لي يعني صينيتين مثلا، اللي هي الصينيه اللي هي الحلوه دي كده، بيطلعوا لي صينيتين كبار مليانين. ممكن مثلا لو عندي شويه لون بعمل شويه احمر شويه بالشوكولاته شويه ساده، ومغرقين العيال برضو كتير جدا جدا، يعني طول ما هم قاعدين رايحين جايين ياكلوا فيه. فينكم بقى يا اللي بتقولوا هنكفي الدنيا ازاي ولا هنعمل ايه؟ اخباركم ايه معانا وانتوا وصلتوا لحد هنا؟ الدنيا سهله وبسيطه جدا جدا، بس انت سهليها على نفسك. كل ما تحسي ان الدنيا صعبه بصي لعيشه مامتك، بصي لعيشه جدتك زمان. الناس البسيطه بتاعت زمان دي اللي كانوا ولا امكانيات ولا ميزانيات ولا اي حاجه خالص، عايشينها كده بالبركه، كانوا عايشين عيشة بسيطة كده ودايما راضيين ودايما خير الدنيا كله عندهم. لغاية دلوقتي لما بكون ماشية في الشارع وبعدي من تحت بيت أشم فيه ريحة خبيث، بفضل أقول الله أكيد البيت ده فيه ست بركة. خلي دايما مطبخك كله دفى وبركة وخير، اقعدي اخبزي فيه وخلي عيالك كمان يقعدوا جنبك، عايشيهم لحظة من اللحظات الحلوة دي اللي فايتاهم. اعملي اللي بقولك عليه ده في شهر وارجعي وعلقيلي وقولي لي فرق معاكي ووفر معاكي فعلا ولا لا. طب يا سهى حلينا مشكله الفطار والعشاء، الغدا بقى قاطم ظهري بصرف عليه لغايه اخر قرش معايا. لما باجي امشي في الشارع واتفرج على الاسعار بيجيلي ذهول، بلف لفتي وما اجيبش حاجه وارجع تاني. والله العظيم انا كنت بعمل كده بالظبط، ابقى معايا مبلغ المفروض ان انا نازله اجيب بيه حاجات، انزل الشارع اتفرج على الاسعار اجيب حاجه ولا اتنين ما كملش بقى حاجتي وارجع تاني خايفه لحاجتي، خايفه للفلوس ما تكفيش الحاجه اللي انا عايزاها. والله العظيم اكتشفت ان مع الوقت ان دي خيابه مني،
بيت ايه اللي خاف منه ولا حتى خاف انه يغلبني؟ مفيش الكلام ده. مش هكدب عليكي واقولك دلوقتي ان انا بكتب حاجتي كامله قبل ما انزل. انا كنت الاول بصراحه بعمل كده، لغايه ما مره على مره ما بقتش محتاجه ان اكتب حاجتي ايه او اللي انا عايزاها ايه او احسب ميزانيتي ايه. هقولك دلوقتي انا بقيت بعمل ايه بالظبط. لو وصلتي معايا بس الاول لحد هنا، اوعي تنسي تسيبي اللايك بتاعي. بدخل على العلاف، عارفه ان انا ناقصني شويه حاجات من عند العلاف كتير. عيني مثلا اول حاجه جت عليها هي الرز. الرز بيكون اول حاجه قدامي او قدام اي واحده بتخش العلاف، بتيجي عينيها عليها هي الرز. الرز كان بكام؟ ب 22 24 26. عرفت ان انا هاخد من ابو 24. انا دايما بجيب الاكياس صوص، هي دي اللي بتكون على قد طاقتي. النص كيلو بكام؟ النص كيلو ب 12 جنيه. رحت قايله للراجل اوزن لي 5 اكياس على 10 جنيه. قولي لي يا سهى على 10 جنيه؟ 10 جنيه ازاي؟ نص كيلو ب 12 جنيه. وانت لما تخصمي ال 2 جنيه دول من النص كيلو، فكرك ان هم هيأثروا معاكي في الكميه بحاجه؟ والله العظيم ما هيأثروا باي حاجه، ولا هتحسي انك قصرتي ولا هيفرقوا معاكي اصلا. بس انت هنا عملتي ايه؟ انت هنا وفرتي 10 جنيه من بند الرز. ال10 جنيه دول ما حسيتش بيهم في الرز، بس هحس بيهم في مجايب حاجه تانية. جبتلي بيهم ب10 جنيه فلفل اسمر وانا واقفه. ادي اللي وفرته من الرز، جبتلي بيه حاجه من حاجه التوابل. بعد ما بخلص الرز ببص للمكرونه على طول. كيلو المكرونه بكام يا عم؟ كيلو المكرونه ب 22 جنيه. اوزن لي 5 اكياس من كل نوع، كل كيس على 10 جنيه. ده ب 11 يا سهى. لا انا يا ستي عايزاه ب 10 جنيه، وازلي الراجل ال5 اكياس على 10 جنيه. الجنيه ده هيأثر معاكي في حاجه؟ ايه، 50 جرام ولا اقل حتى من 50 جرام ما أثرش معاكي في حاجه. بس ال5 جنيه دي انا هجيب لي بيها ب5 جنيه كزبره ناشفه. الدقيق يا عم بكام؟ الدقيق ب 22 جنيه، ب 23 جنيه. اوزن لي 3 اكياس على 10 جنيه. وهكذا في كل حاجتك هتلاقي نفسك وانت واقفه دماغك شغاله. لو انت عامله مثلا 250 جنيه لشويه حاجات، ال 250 جنيه انت هتدبريهم في دماغك وانت واقفه. مش هيبقى فيهم شويه فكه يعصلجوا معاكي ويقطعوا معاكي في الاخر مثلا 20 30 جنيه ويعقربوا معاكي الفلوس. مش بقولك يا انت تغلبيه يا هو يغلبك. في اللحظه دي دماغي بتشتغل. الكيلو مثلا بكذا، النص بكذا، النص فيه شويه فكه، طب انا هخصم شويه الفكه دول. هنا دماغي اشتغلت. بعد ما دماغي اشتغلت ادت اشاره لساني اوزن لي يا عم كام كيس كذا على 10 جنيه، على 15 جنيه. صححي الفلوس اللي بتديها للراجل. وبعمل كده حرفيا في كل حاجتي. اجي عند التوابل، اجي اجيب التوابل ولا بقول ربع ولا تمن. اوزن لي ب10 فلفل اسمر وب10 كمون، وبجيب الباقي كله بخمسات. يعني بكون حاطه في بالي كده ان انا الم التوابل بتاعتي كلها مش باكتر من 50 60 جنيه. واقفه بحسب مع نفسي على طول. 100 جنيه مكرونه ورز وادي 50 جنيه يبقى 150 جنيه. اديني كمان ب5 نشا، ب5 فشار. اوزن لي معاهم ب10 جنيه عدس اصفر، بحتاج اعمل كشري عدس اصفر. اوزن لي معاهم ب10 جنيه عدس بجبه، بحتاج اعمل كشري احمر. وهكذا. حاطه في دماغك مبلغ معين هتقدري ان انت تجيبي على قده وانت واقفه. تفاجئيش ولا بجنيه زياده، ويعني ب10 زياده ولا ب10 اقل. هتلاقي نفسك باللي انا بقوله لك ده بقيت انت مسيطره على بيتك كامل في كل حاجه. بقى بعمل كده في كل حاجه. يعني وانت واقفه عند مثلا حد وبتشتري منه شويه حاجات، حتى لو في حاجه انت ما تعرفيش ثمنها، مش هتتفاجئي في الاخر. مش هتتفاجئي ان انت مثلا في 10 زياده ولا في 10 ناقصه، ولا يا ترى الراجل كده حسب كويس ولا لا. لا، انت ظبطتي كمياتك بسعرها كل حاجه وانت واقفه. وعمرك ما تقفي عند حد خايفه ابدا. لا الفلوس اللي معاكي ما تكفيش الطلبات اللي انت بتجيبيها. واعملي كده مع اي حد وعند كل الناس. روح مثلا عند الجزار الجملي، ربع كيلو اللحمه ب75 جنيه. لا اوزن لي 3 اكياس على 50 جنيه مفروم. هتطلعي كيس هتعمليه كفته. انا بعمل ايه؟ بطلع كيس مفروم. لما اجي اعمله كفته بكون نقعه رغيفين عيش في ميه لغايه ما يبوشوا خالص خالص، يبقوا طري خالص خالص. الخطوه الاهم هنا انك تمسكي العيش تعصريه بايدك، تصفيه لغايه ما يبقى مفرول ما فيهوش ولا نقطه ميه. تمسكي المفروم على العيش، افرميهم كده، دعكيهم بايدك مع بعض، مع بصلايه تكوني بشراها واخده التفل بتاعها ومصفيه الميه بتاعتها، مع بهارات الكفته اللي هي البهارات اللي عندك، بهارات اللحمه العاديه وملح وفلفل اسمر، وشكرا على كده.
والله العظيم دوقي احلى كفته. هتقولي لي بتحطي عيش يا سوا؟ اقول لك اه بحط عيش، ايه المشكله؟ اولا العيش ده مش حاجه مضره، انا مش بقول لك حطي فول صويا، الفول الصويا كلنا عارفين ان هو فيه بيعمل شويه اضرار. البرغل بيغير طعم الحاجه 180 درجه. طب والله العيش ليه ميزه كمان، على الاقل العيش ما بيخليش الكفته تكش. لما تيجي بقى تصبعيها كده وترصي من تحتها في الصينيه حلقات طماطم على حلقات بصل على حلقات بطاطس، وتعملي جنبها شويه رز اصفر ولا شويه رز بشعريه، والله هتسيبي الكفته وتحطي بس البهاريز اللي من تحت الكفته دي على الرز، يا اما تغمزيها بالعيش، وبقى عندك احلى اكله كلفت معاكي 70 80 جنيه. طب والله العيش ليه ميزه كمان، على الاقل العيش ما بيخليش الكفته تكش. لما تيجي بقى تصبعيها كده وترصي من تحتها في الصينيه حلقات طماطم على حلقات بصل على حلقات بطاطس، وتعملي جنبها شويه رز اصفر ولا شويه رز بشعريه، والله هتسيبي الكفته وتحطي بس البهاريز اللي من تحت الكفته دي على الرز، يا اما تغمزيها بالعيش، وبقى عندك احلى اكله كلفت معاكي 70 80 جنيه. طلعي كيس المفروم التاني بتاعك واعمليه احلى صينيه بشاميل، حطي معاه كده بصلتين كبار شويه مع طماطميتين او ثلاثه، مع مثلا قرنين ثلاثه فلفل رومي، وهتلاقي بقى عندك عصاك قد كده. عارفه ابو 50 مفروم ده حطيه على 700 جرام مكرونه، والله العظيم زي ما بقولك كده واعمليها وشوفي فعلا هتطلع حلوه ولا لا. بس ما تعملهاش في صينيه صغيره، على قد ما تقدري كبري الصينيه علشان تكون الكميه مفروده، ما تبقاش المكرونه عاليه وتحسي ان الحشو من جوه قليل شويه. ولما بكون حاطه في دماغي ان انا هعمل بشاميل وانا بجيب الحاجه بتاعت العلاف بتاعتي، بكون قايله للراجل بعد ما بخلص حاجتي اوزن لي كيس 700 جرام مكرونه من المكرونه القلم، بكون عارفه ان انا هعمل بشاميل عشان ما افتحش كيسين واهدر منهم. زي مثلا كنت من كام يوم عند الراجل بتاع الفراخ، قلت له انا عايزه ربعين بانيه، قال لي الربع ب 47 ونص، بس انا هحط لك بال 50 جنيه. قلت له لا حط لي بال 45 جنيه، اصل انا شايفاه راس سرباع البانيه قدامه والانصاص كمان، فانا بقى الله اعلم بنيته ايه، الاتنين ونص دول هيحط لي بيهم حته قد ايه، حتى لو حط هنفترض انه فتح الطبق وحط لي حته، هيحط لي حته قد ايه؟ تنتوفه كده مثلا. طب انا بقى مستغنيه عن التنتوفه دي ومستغنيه عن تنتوفه زيها كمان. خد التنتوفتين بتوعك وخد ال 45 جنيه واديني ربع المفروم بتاعي، ربع البانيه بتاعي، حاجتين بيملوا البيت خير، وتمنهم بتمن اكله الكشري ولا البطاطس والبيض والمسقعه اللي دلوقتي هو بيتكلفوا علينا قد كده. ما هو انت برضو دي تشتغل، ما نبقاش حافظين بس. اجي اعمل اكله هايفه افصل بيها، ملاقيش حد في البيت قبلها ولا حد كلها، وحتى لو حد كلها بيكونوا متضررين منها، ممكن يغضبوا عليها وما ياكلهاش، وتلاقي نفسك مكلفاها قد كده، وفي الاخر انت لبستيها وكلتيها كلها لوحدك، واضطريتي في نفس اليوم بالليل عشان جعانين تعملي لهم اكله تاني عشان مش هين عليكي ان هم يناموا جعانين. طب بذمتك بيحصل معانا الكلام ده ولا لا؟ لا، احنا ما نديش فرصه ابدا لان الكلام ده يحصل معانا. اول حاجه اللحمه المفرومه، اللحمه المفرومه دي كنز في البيت حرفيا، تقدري تعملي منها مليون صنف ونوع. يعني لو شويه مفروم عندك قد كده تقدري ان انت تطبخي عليهم، تحطيهم في صينيه بطاطس، تحطيهم في مثلا دقيق باميه، وجنبهم شويه رز بالشعريه وشويه ملوخيه، والاسم عملتي طبخه. وعلى ايه؟ على شويه المفروم. صينيه الكفته اللي قلتلك عليها من شويه اللي هي تحتها بصل وطماطم وبطاطس، دي تحفه، وبرده اتعملت على ايه؟ على ب 50 جنيه مفروم، غير ما عندك البرجر، غير ما عندك المكرونه باللحمه المفرومه، وتقدري تطلعي منها افكار كتير جدا جدا. تاني حاجه بقى هي البانيه، البانيه ده حرفيا كنز في البيت. نيجي مثلا اول الشهر حضرتك جبتي 3 كيلو بانيه، جيتي تقسمي ال 3 كيلو بانيه دول على 6 اكياس، كل كيس فيه نص كيلو، جيتي الكيلو بانيه قطع معاكي حوالي 18 قطعه، نص البانيه قطع 9 قطع. لا انا عايزاكي تعملي كيس البانيه نص كيلو 8 قطع، القطعه دي هتنقص معاكي في حاجه؟ والله ما هتنقص معاكي في حاجه. هقولك تعملي بيها ايه بس تركنيها دلوقتي على جنب. عملتي خلاص 6 اكياس فيهم 8 قطع بانيه، طبعا بعد ما غسلناهم كويس ونقعناهم في الميه والملح والليمون وصفيناهم شطفناهم وصفيناهم، وهنقسمهم بقى. هنعمل اول نص كيلو استريبس، الاستريبس ده كنز. مسكتي نص كيلو 8 قطع، قطعتي كل قطعه بالطول، بقى عندك
كام 2 في 8 ب16، بقى عندك 16 قطعة ستريبس. على حسب عدد افرادك طلعي في الطاقة لكل حد قطعتين. يعني مثلا لو انتوا 4 طلعي مثلا في الطاقة لكل حد قطعتين. نص كيلو هيعمل معاكي وجبتين، يعني يومين. نص كيلو بس. تعالي النص كيلو تاني ممكن تعملي منه مثلا الناجتس. ده بقى هيقطع معاكي كمية لا تتخيليها. هاتي طريقته من على اليوتيوب. بيضاف له مثلا بطاطستين كده مهروسين على البصل المفروم على التوابل، بتلاقي الكميه قطعت معاكي قد كده. هتلاقي النص كيلو برضو عمل معاكي ممكن في الوجبتين. اعملي نص كيلو تاني شاورما، حطي عليه بصلتين كده كبار على طماطميتين على شويه فلفل رومي، وعملوا معاكي كميه كبيره. انت ممكن نص كيلو بانيه لو عندك كيس شوربه هتعملي جنبهم حله محشي. اول يوم كلتوا البانيه والمحشي، تاني يوم اتفضل مثلا نص حلة المحشي. اجدد الاكلة بشوية ملوخية كده ريحة طشتهم تكون مفحفحة، ويخلوا الاكلة كأنها لسه كلها معمولة النهاردة، والاكلة كانت زي الفل وشبعتنا والحمد لله. وممكن كمان تعملي كفتة فراخ برضو بتقطع زيها زي الناجتس بالظبط، كمية كبيرة جدا جدا. الكيس بقى الزيادة اللي انا قلت لحضرتك عليه، تخيلي معايا كده عملتي انت 6 اكياس على مدار الشهر، كفوا معاكي الحمد لله وظبطوا معاكي. عملتي من كل مثلا كيس وجبتين في الاسبوع او 3. جيتي مثلا زنقتي اخر الشهر او اول الشهر الجديد، بيكون القبض اتاخر شويه، تتفاجئي هنا بايه؟ بالكيس اللي احنا عملناه. من كل نص كيلو شلنا قطعه، بقوا عندك كام؟ 6 قطع في كيس. شفت انت لما جيتي كلتوا الطاقه ما حسيتوش بالقطعه دي خالص، بس لما تيجي تفتحي الفريزر اخر الشهر وتلاقي عندك الكيس ده، ما اقولكيش على فرحه الدنيا اللي هتكوني فيها. تقدري بقى ساعتها مثلا تحطيه في صينيه مكرونه وتعمليه نجريسكو، تقدري تعمليه شاورما، تعمليه اللي يريحك. المهم اللي هو هيسد معاكي، هيظبط الدنيا معاكي اخر الشهر. انت عارفه انك لو نفذتي الافكار اللي انا بقولك عليها دي ممكن تلاقي نفسك مكلفته بيتك بال2000 جنيه. يعني هتكوني سطرتي بيتك فطار وغدا وعشاء بال2000 جنيه ولا بال2000 ونص. مصروف حضرتك 3000 جنيه، جبت حاجات طول الشهر ب2000 جنيه. 500 جنيه اتشالوا في ظرف احتياطي بعيد عن ايدي ابدا ابدا، لاي زنقه في الشهر، لاي طلب احتاجته كده الاقي معايا فلوس. ما انا ما ينفعش برضو طول الشهر ابقى مشطبه معيش ولا جنيه. ال500 جنيه دول لازم هيكونوا موجودين احتياطي في بيتك لاي عجز، لاي طلب. ما ينفعش تكفي طول، يعني ما ينفعش تقضي طول الشهر كده وانت على الابيض. يعني ال500 دول ما ينفعش ايد حضرتك تتمد عليهم خالص، دول يخصوا البيت. ال500 التانيين دول بقى يخصوا حضرتك. هتعملي ايه بيهم بقى يا ست الكل؟ ال500 دول هتخشي بيهم جمعيه. الجمعيه دي هتكون بتاعتك من السنه للسنه، قبضتي فيها زي ما تقبضي. دخلتيها 10 شهور قبضتي 5000، 12 شهر 6000، اول ما تقبضيها تنزلي على طول في نفس اليوم تجيبي لك بيها قطعه ذهب على طول. تخشي بال500 دول جمعيه علشان ايدك ما تتمدش عليهم ابدا مهما حصل. ولو مصروف حضرتك اكتر من اللي احنا بنتكلم عليه ده، برضه هتمشي بيتك بنفس الميزانيه اللي احنا قلنا عليها. زودتي 500 زياده، بحبحتي الدنيا شويه، مفيش اي مشكله، بس مش اكتر من كده. كده كلنا هنمشي بيوتنا بنظام واحد بس، وهو نظام التوفير اللي انا بقولك عليه ده. حضرتك دلوقتي لو انت بتشوفيني مصروفك 3000 جنيه فانت هتعملي اللي انا بقولك عليه ده. دلوقتي مصروفك 5000 جنيه برضه هتعملي اللي انا بقولك عليه ده. دخلتي الجمعيه يوم قبضك هو ده اليوم اللي هتنزلي بالقبض بتاعك فيه تجيبي لك فيه قطعه ذهب على طول. اوعي تستني يوم، استنيتي يوم طلع لك 1000 موال تجرحي فيه الفلوس دي. هتعاني كده طول الشهر على الفاضي ولا من الفراغ. لازم ورا المعاناة دي وورا التوفير والتدبير ده يكون وراه حاجة. هتجيبي لحضرتك حتة ذهب على قد الفلوس اللي معاكي، يا تلبسيها يا اما سبيكه تشيليها. المهم ان الفلوس دي ما تبقاش موجوده فلوس كده قدام عينك ابدا، ويبقى هو ده حصيله السنه بتاعتك. وتعودي ان انت كل سنه تطلعي بحاجه زي كده من بيتك ومن مصروف بيتك. هتبقي كده عملتي لنفسك حاجه ولا لا؟ هتقولي بقى حاجه ان انا مش بشتغل فمش عارفه اعمل لنفسي حاجه، جوزي رافض يشغلني، بابايا رافض يشغلني، ده انا بعرفش اطلع من بيتي من العيال. اهو مصروفك هو مشروعك. هتعملي وهتجيبي ذهب وهتعملي منه ثروه وانتي قاعده في بيتك، يعني ولا اشتغلتي ولا اتبهدلتي ولا اتهنتي. خلي الجمله دي في بالك دايما، ابحثي عن الثروه تبحث عنها. اوعي تقبلي بوضع او بمكانه او بمعامله اقل من قيمتك. هتعملي كده ليه وعشان ايه
وعشان مين؟ ولو حتى عملتي كده ولا هتتقدري ولا هيتشلك حاجه، حتى بالعكس ده هيتقالك ايه في الاخر؟ انا مطلبتش منك تعملي كده. وساعتها ما تلوميش اي حد الا نفسك وبس. بسيطه قوي، اتقدرتي واتعمل لك خاطر وحساب، قدري وراعي وشيلي فوق راسك كمان. واللي ما يقدركيش الغيه من حياتك كانه هوا ما عداش من قدامك اصلا. صدقيني الحياه اقصر من انك تضيعيها عشان تثبتي لحد انك كويسه وتستاهلي. من الاخر عززي نفسك واديها حقها، الناس هتعمل لك الف حساب. واظن ان مفيش احلى من كده كلام نقدر نختم بيه فيديو النهارده. يا رب اكون كنت ضيفه خفيفه عليكي النهارده وقدرت افيدك بمعلومه ولو صغيره قد كده. يا رب اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله وانت بافضل وباحسن حال ومحققه كل ما تتمنيه يا رب اللهم امين. ويلا سلام.